صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، وحشتوني قوي 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 بجد. انا تقريبا بقالي اسبوع ما نزلتش اي فيديوهات. وطبعا اللي شاف الفيديو الاخير هيكون عارف ليه. انا اخر فيديو قلت لكم فيه انه انا عندي جامعه وبنتي عندها حضانه، فالدنيا كانت متلخبطه معايا قوي. دخلت بقى في دوامه السبلايز والتجهيز للحضانه، واول يوم حضانه كنت معاها، وبعد كده بقى كليتي. فانا بواجه العالم ب4 ساعات نوم الفتره دي. المهم هقول لكم الابديت بتاع حياتي الفتره الاخيره، بس انا عايزه اقول لكم انا لابسه ليه. الساعه دلوقتي لسه ما جاتش 8، وانا طبعا بروح الكليه كل يوم. يعني نظامي بيكون ايه؟ ان انا بصحى بودي بنتي الحضانه، بعد كده بلبس وبنزل الجامعه، بعد كده باجي بعمل الغدا وبشوف اليوم فيه ايه. انا بنام كل يوم الساعه 2 وبصحى 6 زي ما قلت لكم، فبواجه العالم ب4 ساعات نوم. بس انا قررت النهارده انه انا مش هروح الكليه وهنزل افطر بره، وبعد كده هروح على الجيم، وبعد كده نيجي بقى نحضر الغدا ونشوف اليوم هيكون ماشي ازاي. انا كنت سهرانه مع بنتي امبارح بالليل لانها تقريبا كانت مقريفه قوي وكانت تعبانه شويه، بس انا وديتها الحضانه النهارده لان هي مش عندها حاجه معديه، او مش تعبانه قوي، مش عندها سخونيه، مش عندها اي حاجه تعدي الاطفال، فوديتها. احنا هنجهز مع بعض دلوقتي سريعا. زي ما قلت لكم انا هنزل انا وصاحبتي نفطر بره. انا عايزه افطر فطار رايق كده واشرب قهوه، وبعد كده هنروح الجيم. ضمن الحاجات اللي اشتريتها للجامعه هو الشين سموزنج جيل ده. انا كنت جربته قبل كده وعجبني قوي، وانا بحب الحاجات اللي هي بتبقى جيل بصراحه، بتبقى خفيفه قوي على البشره. عايزه احط صن بلوك بس خايفه يعرقني، لان انا يا جماعه اشتريت كل انواع الصن بلوك وكلهم بيعرقوني، مش عارفه ليه. المهم يا ولاد، طمنوني عليكم تحت في الكومنت، قولوا لي انتوا عاملين ايه في الدراسه، تنظفوا البيت ازاي، تروقوا ازاي، بتلاقوا وقت ازاي. انا الحمد لله الحمد لله جبت ست امبارح تساعدني في تنظيف البيت، بس بصراحه يعني مش زي ما كنت متخيله. يعني انا كنت واقفه معاها ايدي بايدها، واحنا اخدنا البيت كله في حوالي تقريبا ساعتين، ما طولناش يعني. بس هي برضو في تفاصيل كده محدش هيعرف يعملها غيرك، يعني في تفاصيل في بيتك محدش عارفها غيرك، خصوصا ان هي ست كبيره شويه. ف فلا يعني في تفاصيل بقى احنا عارفينها، وخصوصا الجيل الجديد ده، ان انا امسح كل حاجه على التسريحه، اعمل كل حاجه. هي عملت الارضيات بس، يعني مسحت معايا الارضيات وغسلت لي كان في مشايه عندي عايزه تتغسل وخلاص. يعني انا بقى كان ايدي بايدها في كل حاجه. انا اللي نظفت البوتاجاز، نظفت المطبخ، التسريحه، انا اللي غيرت الملايه، طبعا انا اللي طبقت الهدوم. فانا كان ايدي بايدي معاها، بس بصراحه هي شالت عني حمل الارضيات، لان الارضيات بتتعبني قوي، والارضيات عندي فاتحه ومساحه الشقه عندي كبيره، فالارضيات كانت صعبه عندي قوي. انا بصراحه تعبت امبارح، يعني تعبت قوي امبارح، بس برضو مش زي ما بنظف البيت كله لوحدي. انا ما بقاش عندي طاقه انظف لوحدي بصراحه، البيت كبير قوي عليا. وانا زي ما قلت لكم بنام والله العظيم بجد 4 ساعات بالعدد. بصحى 6 بقى اودي اعمل لانش بوكس ليا ولانش بوكس لبنتي، واودي انزل للباص، وبعد كده اطلع البس واروح الحضانه واروح الكليه، وبعد كده بطلع من الكليه تقريبا بهدومي بدخل على المطبخ على طول اعمل غدا. فاللي انا فيه الفتره دي صعب قوي، بس هي سنه بس ربنا يعديها على خير يا رب، علشان اتخرج بقى. هحط ميك اب خفيف قوي علشان زي ما قلت لكم انا هفطر، وبعد كده هنروح على الجيم. ولبست لبس الجيم تحت العبايه، ولبست العبايه عشان كده لبست العبايه. كنت ناويه والله اصحى اتشيك النهارده والبس اوتفيت بقى واتصور صور صباحيه كده، بس انا رايحه بعديها الجيم، فانا مش عايزه احط ميك اب كتير ولا عايزه البس حاجات كتير، فعشان كده لبست لبس الجيم تحت العبايه وخلاص. الليب لاينر ده من كيكو، درجه قد ايه مش عارفه. هرسم بيه شفايفي الاول، وبعد كده هحط ليب جلوس. انا من زمان قوي قوي ما خرجتش الصبح وما فطرتش، شفايفي متعوره جامد قوي. انتوا عارفين من ايه؟ من التوتر والضغط. ده شكل الميك اب سهل ولذيذ وسريع. هقوم بقى احضر الشنطه اللي هاخدها معايا، وهرن على صاحبتي اشوفها وصلت لحد فين، وبعد كده بقى هننزل نمشي. انا لفيت الطرحه كمان، خلصت. هاخد الشنطه دي معايا. الشنط دي يا جماعه من ساعه ما جبتها وانا حياتي اتغيرت بجد، واسعه قوي قوي، بتاخد كل حاجه. احط بس المحفظه، احط كمان الليب جلوس اللي انا حطيت منه، مرايه، وهاخد كمان النوت بوك بتاعتي معايا عشان لو حبينا نكتب حاجه، وهرش من البودي سبلاش ده وهاخده برده معايا. انا بحب يكون في بودي سبلاش في شنطتي معايا المروحه دي علشان واحنا ماشيين في الشارع. وهقفل الشنطه، طبعا اخدت مفتاح البيت معايا،
وبس كده. يلا بينا علشان انا اتاخرت على صاحبتي قوي بجد. انا مش عارفه ازاي كنت بقول لكم من شويه ان انا عايزه افطر حاجه خفيفه وبعد كده اشرب قهوه. احنا يا جماعه رحنا فطرنا كبده، انتوا متخيلين بجد؟ يعني احنا عدينا كده من محل الكبده، كان فطارنا حاجه تانية، كنا عايزين بقى نفطر سندوتشات او كرواسون وقهوه، بس لا، لما عدينا على المكان وشمينا ريحه الكبده حسينا اللي هو ايه، يلا نتهور بقى وناكل كبده. طبعا كنت بندم في نفسي وانا عماله اكل، بس يعني قلت خلاص يعني نفسي فيها حاجه نفسي فيها، وكنت ما اكلتش كبده من زمان قوي. بس انا الكبده من الحاجات اللي ما بحبش ابدا ابدا اكلها بره، بس يعني هنعمل ايه، تهورنا وخلاص. وبصراحه الفطار كان تحفه وكان تهور لذيذ، يعني ما ندمتش وما تعبتش منه. خلصت الجيم، انا شطوره وقاعده دلوقتي في مكان علشان اشرب اي حاجه، اكل اي حاجه، وبعد كده ممكن اعدي على بنتي اخدها من الحضانه لانه حاساها مش مظبطه النهارده، وبعتين في جروب الماميز ان كل الاطفال تعبانين، ف بصراحه ندمت ان انا وديتها النهارده، فهروح اجيبها وبعد كده بقى هروح نشوف الغدا، نشوف كده يعني. اتمنى تكونوا سامعيني بس. نسكت لحد كده؟ لا، بعد ما طلعنا من الجيم حسينا برضو ان احنا ستيل جعانين، لان احنا برضو ما كترناش في الكبده الصبح، فطلبنا بقى يا جماعه شاورما، وطلبنا نجريسكو، وطلبنا بطاطس، وانا طلبت موهيتو علشان انا بحبه قوي من المكان ده، والاكل كان تحفه. وطبعا انا اليوم ده ما عملتش غدا لان انا برضو اتغديت مع صاحبتي بره، يعني يعتبر ده غدا، وكمان ماما كانت عامله حسابنا في الاكل. اليوم بصراحه كان لذيذ بكل تفاصيله، واتبسطت قوي ان انا رحت الجيم كمان، لان دي حاجه بتغير نفسيتي قوي. الاكل كان تحفه، الاكل اللي اكلناه على مدار اليوم كان تحفه. طبعا احنا رحنا اماكن كتير واشترينا حاجات كتير، بس ما صورتلكوش يعني. انا بحاول كل فتره كده افصل بجد من الضغوطات والمسؤوليات اللي انا فيها، لان انا عليا ضغط كبير قوي، فعلشان كده اليوم ده انا ما رحتش كليه خالص، وقلت لصاحبتي يلا بينا نخرج نروح الجيم سوا ونطلع ناكل سوا وكده. بعد بقى ما رجعت من البيت انا قلت لكم طبعا ان الغدا خلاص، يعني ماما كانت عامله حسابنا في الغدا، قلت خلاص طالما ما فيش غدا النهارده والمطبخ بجد كان نظيف، فقلت خلاص هعمل كيكه، لان اليوم ده الجو كان قالب على شتاء والاجواء كان ريحتها شتاء قوي، فقلت خلاص هعمل كيكه برتقال. انا دي الوصفه بتاعت كيك الحليب الساخن بتاع نادية السيد، بصراحه جربته كذا مره، الكيك ده من انجح وصفات الكيك اللي انا عملتها، بيبقى هش وبيبقى طري، بيبقى طعمه حلو قوي. بس انا اكتر طعم حبيته، يعني انا عملته مره بالفانيليا مره بالشوكليت، احسن طعم حبيته هو بالبرتقال زي ما هعمله معاكم دلوقتي. المقادير انا هسيبها لكم على الشاشه. اول حاجه انا عملتها، انا طبعا ضاعفت الكميه او المقدار اللي نادية سيد عاملاه علشان انا هعمل صينيه كبيره. فاول حاجه عملتها، والفكره في كيك الحليب الساخن ان احنا بنحط يا جماعه اللبن، وبعد كده بنحط عليه الزبده وبنسيبهم يغلوا على النار وبنضيفه على خليط الكيك. دي الحاجه الوحيده اللي بتميز الكيك دي. حطيت بقى 4 بيضات، طبعا المقدار الاساسي بيضتين، بس انا زي ما قلت لكم ضاعفت كل المقدار علشان اعمل صينيه كبيره. حطيت 4 بيضات وحطيت السكر، طبعا زي ما قلت لكم انا هسيب لكم المقادير على الشاشه بالظبط، وانتوا بقى عايزين تضاعفوا تضربوا في 2 في 3 في 4 عادي مش مشكله. وبعد كده حطيت كيس الفانيليا بتاع البرتقال، طبعا انا ما كانش عندي برتقال، فالفانيليا دي بتنقذني قوي لما ببقى عايزه اعمل كيك برتقال، مش شرط ابدا ابدا يكون عندكم برتقال، هي بتنقذني بصراحه، وسعرها سعر الباكت تقريبا 4 جنيه. بعد كده بقى حطيت الزيت وهحط الدقيق، هحط كل المقادير، وطالما حطينا او هحط الدقيق فاحنا خلاص بنشيل المضرب الكهرباء، لان الدقيق او خليط الدقيق بيبقى تقيل عليه قوي، وخصوصا في الكيك دي لان احنا لسه هنزود السوائل، فالكيك بتبقى تقيله في الاول شويه لحد لما نحط اللبن عليه. انتوا هتشوفوا دلوقتي القوام بجد معايا تقيل قوي، فعلشان كده انا ضربته بمضرب السلك الاول. بس يا جماعه اول ما بنحط عليه بقى اللبن والزبده لا بيخف قوي، والكيك دي بتبقى القوام بتاعها اخف من اي كيك بتعملوها. يعني احنا عارفين ان قوام الكيك بيبقى تقيل شويه، لا يعني دي بتكون قوامها مقربه على البان كيك شويه. بس هي بصراحه وصفه ناجحه قوي، انا جربتها كذا مره، ضعفت المقدار في 2 مره، ضعفته في 3، في كل الاحوال بتظبط، لانه في مقادير ما ينفعش تتضاعف ابدا. بعد كده بقى حطيت اللبن والزبده وهم سخنين، وما تخافوش البيض اللي في الخليط او في الدقيق مش هيستوي، لانه البيض بيبقى مخلوط بحاجات تانية، بيبقى مخلوط بالدقيق والسكر فمش هيستوي. شايفين بدا بقى المضرب يمشي معايا كويس. في اللحظه دي بقى لو عايزين تستخدموا مضرب الكهرباء عادي استخدموه، بس انا قلت هكمل بقى بالمضرب السلك وخلاص. اهم حاجه ان احنا نخلط كويس قوي، وهنا انا ما رضيتش اسرع التصوير علشان اوريكم قوام الكيك بالظبط بيبقى عامل ازاي، ما بيبقاش فيه اي كلاكيع، وبيبقى القوام بتاعه بالظبط كده او شبه كده،
علشان لما تعملوها. بعد كده بقى جبت الصينيه ورشيت عليها، كان عندي البخاخ ده بتاع كريستال، رشيتها زيت. طبعا انا في الاخر هتعرفوا ان انا غيرت الصينيه دي لان انا حسيت انه المقاس بتاعها كبير قوي قوي على الخليط بتاع الكيك اللي انا عاملاه، فنقلتها عادي في مكان تاني لانه حسيت ان الكيك لا، الصينيه بجد كبيره قوي على الخليط، فنقلتها في صينيه بايركس تاني علشان تبقى عاليه معايا، لان انا بحب الكيك تبقى عاليه وهشه كده. هصب بقى يا جماعه الخليط، وفي الوقت ده وانا بصب الخليط بكون خلاص مسخنه الفرن، مشغله الفرن، مسخناه على درجه حراره 250، لان الفرن بتاعي كهرباء. ممكن لو الفرن بتاعكم عالي قوي سخنوه او حطوا الكيك على درجه حراره 200 بتبقى مظبوطه قوي. اول نص ساعه واول 35 دقيقه طبعا ما بنفتحش على الكيك لانها بتهبط. انا الفرن بتاعي شفاف، الازاز بتاعه بشوف من وراء الكيك فما بفتحش. لو عايزين تشوفوا الكيك بعد ما قلت لكم فبنفتح عليها بعد 35 دقيقه، ما ينفعش نفتح اقل من ده. اوريكم شكل الكيك بعد ما طلع ما شاء الله. الريحه يا جماعه يعني شتاء، انا دلوقتي عندي اجواء شتاء من كتر ما ريحه البرتقال بجد منتشره في كل حته. الفانيليا بتاعه دريم دي تحفه تحفه، كلمه قليله عليها. طبعا انا بهدلت شكلها هنا علشان حطيت فيها السكينه اشوفها استوت ولا لا، بس ده كده شكلها خطيره. هقطعها بقى وهقيم واقول لكم رايي فيها. قطعه منها طبعا معروف ان اول قطعه بتطلع بايظه، بس هنحاول نطلعها سليمه ان شاء الله. ايه التحفه دي بجد، شايفين شكل الكيك خطير ما شاء الله. عايزه بس اقلبها عشان اشوف التسويه من تحت. تسويه من تحت تحفه، شايفين بجد الكيك هش ازاي. طبعا دي وصفه شيف نادية ستايل، هي بصراحه وصفه ناجحه قوي، مش اول مره اجربها بس اول مره اعملها بطعم البرتقال. على طول بعملها عادي فانيليا، ومره عملتها تشوكلت، بس المره دي عملتها بالبرتقال علشان انا حاسه باجواء الشتاء كده.